إذا استمعنا لرأي حكم، شاهدنا أيضا التقنية الخاصة ببي إن سبورتس كيف أظهرت مسقط الكرة أو ظل الكرة ما زال منافس على الخط. سيستمر الجدل، أكيد هذه الحالات تثير المزيد من الجدل، مثل الأرقام، مثل الإحصائيات، مثل المفاجآت. أذكركم بأن الدور الأول 48 مباراة تنتهي يوم الجمعة مساء، ويوم السبت تبدأ مباريات دور ثمن النهائي. دور 16 هو خروج المغلوب، لابد مع وقت إضافي مع حتى ركلات ترجيح. هذا الطريق طبعا نحو النهائي ونصف النهائي. في دور 16 ستلعب هولندا مع أمريكا، هذا يوم السبت، الأرجنتين مع أستراليا، اليابان مع كرواتيا، ليسوا كلهم السبت طبعا، بدءا من يوم السبت. وتلعب في الجانب الآخر إنجلترا مع السنغال، فرنسا مع بولندا، والمغرب مع إسبانيا. تبقى مباراتان هناك، البرازيل في جهة وأيضا في الجهة الأخرى البرتغال. غدا الجمعة تلعب في الساعة 6 مساء غانا مع أورجواي في ملعب الجنوب، وكوريا الجنوبية مع البرتغال في ملعب المدينة التعليمية. وفي المجموعة السابعة في 10 ليلة يختتم الدور الأول بلقاء كاميرون البرازيل في ملعب لوسيل، وصربيا مع سويسرا في ملعب 9/7/4. غدا إذا سنعرف بقية المتأهلين. نبدأ مع الإسبان أولا لمعرفة انطباعاتهم عن هذه الخسارة. ولا ديروتا سوربريسا، هزيمة مفاجئة جدا. كيف وجدت هذه المباراة؟ الشوط الأول سيطرنا على المباراة، كنا أفضل، وفي الشوط الثاني وثقنا كثيرا في التأهل إلى ثمن النهائي، وفكرنا في ثمن النهائي، واستقبلنا هدفا مبكرا في الشوط الثاني، وفي غضون دقائق استقبلنا الهدف الثاني، وأعتقد أنه هدف غير صحيح لأن الكرة خرجت، ولكن في النهاية حصل ما حصل، وسنلعب أمام المغرب. ستلعبون الآن أمام المنتخب المغربي. كيف ترى المباراة القادمة؟ مباراة معقدة جدا أمام منتخب صعب المراس. هنالك صديقنا أشرف حكيمي، وهو اللاعب الكبير جدا، ونحن نحترمه جدا ونكون له احترام كبير، وستكون مباراة صعبة. الجماهير المغربية التي حضرت إلى هنا يعني في مهمة استطلاعية، يعني جئتم تشاهدون خصمكم المقبل. رأيكم في المنتخب الإسباني وقدرة المنتخب المغربي إن شاء الله على التغلب؟ والمنتخب الياباني بين بأنه قاد، وإن شاء الله تحلى المنتخب المغربي العربي غيجي وغيبين أكثر من الياباني إن شاء الله في المنتخب يوم الثلاثاء إن شاء الله. إن شاء الله توقعاتك للمنتخب المغربي حين يواجه إسبانيا؟ إن شاء الله نربحوا، إن شاء الله نربحوا، لأن بان لي في هذه المباراة هذه بأننا نقدروا نربحوا الفريق الإسباني. كأس العالم الماضية المغرب وإسبانيا، إسبانيا تعادلت في الدقيقة الأخيرة والمغرب كان قريبا من الفوز. هذه المرة إن شاء الله الثأر للمغرب. إن شاء الله احنا عقلنا على 2018 وهذا العام إن شاء الله أنا نفونجيو هذيك الفريق ديال 2018 وهذا العام إن شاء الله نربحوا إسبانيا ونوريو الدول العربية كلنا بأن المغرب كاين، والمغرب إن شاء الله يفوز على دولة أوروبية المرة الثالثة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا، وديما مغرب، وإن شاء الله تشرف العرب دائما. إذا هذه الأجواء لدينا هنا خارج استاد خليفة. عودة إليك أيمن. الجولة الأخيرة إسبانيا تأهلت بفضل مباراتها الأولى أمام كوستاريكا، واليابان تأهلت بفضل انتصارها الأول على ألمانيا، وألمانيا خرجت بسبب خسارتها الأولى أمام اليابان. إذا الجولة الأولى أثرت على ترتيبات المجموعة. وفي كأس العالم كل مباراة لها حسابها وكل مباراة لها نقاطها. ربما دافيد كان هناك جدل حول الكرة التي سجل منها الهدف الياباني الثاني، خرجت أو لم تخرج. أنت شاهدتها خرجت من الملعب. نعم، أنا شاهدت بأن الكرة خرجت من الملعب، هذا كان واضحا جدا. استقبلت على هاتفي العديد من الصور بأن الكرة كانت خارج الملعب، ولكن الفار تدخل في دعنا نشاهد. هذا هو التلامس. لا هذا التلامس الحقيقة على الأرض غير موجود. يعني لو نظرنا إلى لقطة الفيديو على الأرض الكرة منفصلة، لاحظوا هذه اللقطة، الكرة منفصلة عن خط المرمى تماما، ولكن مسقط الكرة بمعنى ظل طرف الكرة لو أقمنا منه خطا عموديا على خط المرمى ما زال هناك تلامس. صحيح. هذا التلامس يعتبر أن الكرة هي ما زالت جزء من الملعب، وبالتالي لم تخرج بكامل استدارتها كما يقول القانون. وبالمناسبة هذه اللقطة من إعداد الزملاء هنا في بي إن سبورتس وليس من تكنولوجيا التحكيم أو الفار.
زميل فكرة، شكرا جزيلا لهذا الجهد. الآراء تتعدد طبعا ووجهات النظر، وكرة القدم هي أصلا علم غير صحيح، ومع المفاجآت ومع الجنون تصبح غير صحيحة بالمرة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك رأي صحيح ولا توقع صحيح ولا شيء صحيح تماما في كرة القدم. من الصعب حتى كما قال يعني تيسير جاسم، لو كنت ساحرا لن تفلح في ذلك. إذا كان الباندا لا يعرف كل نتائج المباريات، هل سنعرفها نحن؟ على كل حال، ماذا يقول جمال الغندور عن الحالة التحكيمية في هذه المباراة؟ كل التحية لكم وللسادة المشاهدين. لقطة البطولة، الهدف الثاني الذي سجله الفريق الياباني نقف عنده ولنا عديد من الاستفسارات. نشوف مع بعض الهدف وكلنا نشوف انه الكرة هل خرجت تعدت خط المرمى قبل تسجيل الهدف ام لا. حكم المساعد شاور انها تعدت ثم احتسب الهدف. تعالوا مع بعض نشوف ونحاول نجتهد ونحاول من هذه الصورة نتعرف على ان الكرة خرجت ام لا. نمشي معاها واحدة واحدة كده. آخر مرة قبل ما تلمس كمان لسه هنا. لو وقفنا هنا أعتقد أنه قدامنا على فكرة يا جماعة الخط والقائم بيكونوا بنفس العرض، ومعنى ذلك أن الكرة على الأرض كاملة خارج الملعب. هل هناك جزء من الكرة ما زال موازيا للخط في الهواء؟ هو ده السبب الوحيد علشان تكون الكرة ما زالت داخل الملعب. طيب السؤال، من الذي قرر أن الكرة لم تخرج؟ هل هناك تقنية خط المرمى الGL تكنولوجي؟ هل هي الشريحة الموجودة في كرة الرحلة بالاتصال مع الكاميرات الموجودة في الملعب؟ هل هي جهاز في غرفة الفار أثبت أن الكرة لم تخرج؟ في جميع الأحوال هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات ليس لنا عليها أي تعليق، إلا أننا كنا ننتظر العملية التي تمت سواء داخل غرفة الفار أو بموجب الشريحة الموجودة في الكرة أن تظهر لنا الصورة التي تثبت أن الكرة لم تغادر الملعب. هذا هو السؤال، وكنا ننتظر الإجابة بصورة من الصور التي تعددت خلال المباراة السابقة باحتساب التسلل. قضية كبيرة نتمنى أن احنا نلاقي لها إجابة. ده كان كل اللي عندنا النهاردة.